السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الرجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان لا تاخد ثواب وناخد ثواب. علي عبد الرصاد وتم التسليم. ولو مش متابعني يا صاحبي اشترك في القناة وتابعني عشان تتابع كل جديد. أخوك اللولو تيوب. الزمالك أقسم بالله اتظلم. أنا أهلاوي، الزمالك اتسرق في السعودية. ضرب الجزاء مالهاش علاقة بضربات الجزاء. الراجل من ظهره، محمد عبد الغني من ظهره، والمهاجم حتى يعني على الجنب. ما اعرفش فار ايه اللي بيستدعيه وبيحسبها فعلا ضربة جزاء، وبناء على كده شيكابالا بيتعصب وزيزو بيتعصب وكل نجوم الفرقه بتاعت الزمالك بتتعصب. انتوا بتسرقوهم يا جدعان، وعشان بطوله على الارض وعشان السعوديه لا ما ينفعش. مش ضربة جزاء، انا بقول لك بكل المقاييس. شيكابالا حتى بيقول للكاميرا، بيقول له انتوا مش تقولوا انتوا عايزينهم يفوزوا بقى فوزوهم، فاهم انت؟ كده مش كوره. زائد ان في غلطه ثانيه، الراجل اوسوريو انت طول الفتره اللي فاتت بتلعب 3-2-4-1 وقعدت تحفظ في اللعيبه فيها. اشمعنى النهارده 4-3-3؟ حتى الثلاثه بتوع خط الوسط بتوعك ما عندهمش، ما لا دونجا اسوأ مبارياته فعلا، ولا السيسي دوت مش عارف ايه الفكره. والفرقه كانت حلوه الماتش اللي فات يا عم. الشباب فرقه مش قويه، حتى مش عامل تعاقدات زي النصر ولا الهلال ولا الاهلي جده، مش عامل تعاقدات قويه. يعني الزمالك كان يفوز عليهم زي اللعبه. الزمالك اتسرق في المباراه ديت. حتى ايمن يونس بيقول لك الراجل اوسوريو بتاع الزمالك بيلعب يا صابت يا اتنين عور. يا عم ايه الاسلوب ده؟ المباريات الكبيره ما بتقدرش كده. اوسوريو يا جدعان لازم حد يفهم، يعني مش حد يفهمه ازاي ده متعاقدين معاه راجل كان بيدرب منتخبات. اسلوب طريقه لعبه غريبه خالص، اللي هو فعلا انت يعني لو ما فاز 4 يتغلب زي اللعبه. انت فاهم الفكره ازاي؟ اتمنى الراجل ده يراجع نفسه ان مباراه النصر مش تبقى سهله. النصر فاز على اتحاد المنستيري برضه 4، يبقى انت ما عندكش حل غير ان انت تفوز على النصر. وتقدر، اقسم بالله الزمالك يقدر لو انت راجل اظبط الطريقه بتاعتك واهتم بان الفرقه يعني قسم المباراه مراحل. فاهم انت ان انت عايز ايه من المباراه وتهاجم امتى لكن الجو اللي انت عملته تغير طريقه في ماتش في بطوله زي كده ما ينفعش. احنا مش بنعمل اعدادات للموسم. الزمالك لازم ياخد البطوله دي. 6 مليون دولار دول 7 مليون دولار هيفرقوا مع الزمالك جدا في ازمه طاحنه. ولا انت عايزين تداينوا النادي وتركبوه ديون عشان تبيعوه في الاخر فعلا زي ما بيتقال مفيش دخان من غير نار؟ انتوا عايزين تبوظوا الدنيا. ربنا يستر اقسم بالله في ماتش النصر. اتمنى ما اوسوريو ده هيعمل لنا كارثه يقول لك انا ماشي انا اجنبي ماليش دعوه، وتفضل جماهير الزمالك تدفع ثمن الكارثه دي طول عمرها. حاجه صراحه ما زعلتنا جدا صراحه. واللاعب بتاع الصفاقسي اللي عور طارق حامد راح يعتذر وصار معاه في المستشفى وياخد لقطه ويقول له ما كانش قصدي. ما كانش قصدك ايه؟ انت الكوره اصلا بعيده وانت داخل بالستارز بتاعك في وش الراجل. بطلوا كذب بقى. ما كانش قصدك ايه؟ انت بتبوظ مستقبل لاعب عراقي وبتلعب لي في الصفاقسي. مش عارف ازاي اصلا يعني مين اللي جايب العراقي يروح يلعب واي متخلف وتدخلاتك عنيفه. وربنا يستر على طارق والله العظيم تبقاش اصابه ان شاء الله، تبقى اصابه سهله. وفي حاجه غريبه في السعوديه بيعملوها، يقول لك اي حد ولا اي جماهير تهتف باسم ميسي تعاقب. اللي هو ايه ده؟ مش فاهم ده. يعني عشان رونالدو الدلوعه النغنوغه بتاعتكم الجديده اي حد يهتف يتعاقب؟ ايه ده؟ انتوا بتديروا ازاي يا جدعان؟ يعني يقدر ميسي في امريكا هناك يقول لهم اي حد يقول له رونالدو؟ طب ما طبيعي بيقولوا لهم كده في كل الملاعب عشان يستفزوا ده عشان يستفزوا ده. بطلوا بقى. انتوا بتعملوهم بتنفخوهم زياده عن اللزوم. هم اصلا جايين لكم مفسيين. ما تعوجهمش اكتر من كده يا عم. السعوديه يرحمونا. كفايه ان هو اصلا جاي يشتغلك في قرشين ويمشي. على الجانب الاخر طبعا النادي الاهلي يا جدعان بيعمل تقديمه اسطوريه لرضا سليم وبرحله ابن بطوطه المغربي وان هو عدى على عشان بس قصه الشيبي والمغرب. يا جدعان ما حدش، احنا شعوب اخوات ومفيش الكلام دوت. والراجل ده اهو مغربي والاهلي بيتعاقد معاه وفي بلده الثاني مصر. دي حاجات شخصيه بين حسين والشيبي، دي حاجات شخصيه ما بتدخلش فيها شعوب. كولر بقى بيقول لك ان بعد مباراه المصري دي عايز يدي 3 اسابيع راحه للعيبه، وانا معاه صراحه ان اللعيبه دي اتفرمت. ده قرار مهم جدا وهيفرق مع اللعيبه. المقاولين العرب عايز طاهر اعاره في صفقه انتقال عمر فايد، اللي هو ما اعرفش ايه عمر فايد. يعني انا امشي طاهر اجيب حد مجهول الهويه؟ لا طبعا. انا شايف ان اداره الاهلي لو عملت كده يبقى قرار خاطئ جدا 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 ولا ليه اي لازمه. وعلى مسؤوليه بقى كابتن احمد حسن العميد بيقول لك غرامه كهرباء هتدفع اليومين الجايين دول عشان نخلص. مش عارف انت جبت المعلومه دي منين يعني. ما اعتقدش ان انت ليك لدرجه ان انت جوه. انت مالك يا عم بغرامه كهرباء يا عم الحاج؟ إيه طبعا على مسؤوليته مش مسؤوليتي انا بقول الخبر كده. لو وصلت لغايه هنا يا صاحبي ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. يلا سلام. معلش بقى انا زعلان على الزمالك فعلا والله.